السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كل شيء مع أم شمسو في ركن الخياطة. وتحت طلب بعض المشتركات جبت لكم طريقة خياطة قفطان صيفي بدون أكمام إيفازي بطريقة سهلة ومفهومة للمبتدئات مع القياسات وبدون تسريع الفيديو. والمرة القادمة إن شاء الله نحط لكم طريقة تفصيل الأكمام. أنا نخيط فقط في العطلة لأني خلال العام الدراسي نكون مشغولة مع الأطفال كباقي الأمهات. ربي يكون في عون جميع الأمهات يا رب العالمين. وحتى المونتاج ما نلقالوش وقت، لهذا أعتذر عن الغياب المتكرر. نروح نشوفوا القياسات. هنا عندي قماش لاشوازيت لونه غوز فوشيا، مقاس القفطان ستوندار ويجي وافي وتجي لبستو حلوة، قفطان خفيف وسامبل وشباب وبسفيفة. إذا عجبك محتوى القناة ما تنسيش فضلا وليس أمرا ضغط زر الإعجاب مع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. نبدأ بسم الله. طبعا طول القفطان هو عرض القماش ويساوي 1.5 متر. أما طول القماش هو اللي راح يكون عرض القفطان ولازم يكون أكثر من 2 متر. نطوي القماش على الطول على 4 ونحدد عرض الكتف اللي هو 25 سنتيمتر. نهبط في ميلان الكتف ب2 سنتيمتر ونرسم خط مائل. ننزل في فتحة الرقبة من الخلف ب4 سنتيمتر ونرسم مع انحناء خفيفة نهبط في دورة التركيز ب21 سنتيمتر ونرسم خط عمودي. راني نرسم هنا بالطباشير. نحدد دوران الصدر 31 سنتيمتر ونرسم خط أفقي تبعوني مليح، راهي طريقة سهلة ومفهومة. نجي هنا نحدد المنتصف اللي هو 10.5 سنتيم ونطلع ب3 سنتيم لتشكيل حردة الإبط. ندير علامة ونرسم هذا الخط المنحني. وهنا فقط نذكركم بالنسبة للمبتدئات كي تطوي القماش وتبداي تفصلي، راكي تفصلي على الجهة المغلقة تاع القماش. عندك كي لا تروحي تفصلي من الجهة المفتوحة ويفسد لك القماش. يعني الجهة المغلقة راهي على يساري وانا راني نخدم باليمنى. هنا نكمل، رايحة ننزل للخصر ب20 سنتيمتر وندير علامة ونحدد خط مستقيم ثم نجي هنايا نحدد المنتصف اللي هو 10 سنتيمتر وندخل ب2 سنتيمتر باه نحدد دوران الخصر ونرسم خط منحني. وهنا رايحة نحدد خط مائل لأسفل القماش.
ونجي هنا بعد ما فصلت نبدأ نقص. نبداو بالرقبة ونروحوا للكتف. القص سهل، فقط تتبعي الخطوط اللي رسمتيهم، وهنا انتبهي ما تكمليش طول، قصي مع الدورة. شوفوا هنايا بعد ما قصيت هذه الجهة هي الجهة الخلفية تاع القفطان. هنا دركا واش نديرو؟ نحيو الجهة الثانية تاع القماش ونروحو نحددو الفتحة الأمامية للرقبة، نهبطو ب17 سنتيمتر ونرسمو هذا الخط المنحني. نديرو هنايا خط وين نخيطو سفيفة، ونجي هنايا نقص الفتحة الأمامية للرقبة. هذه الجهة الأمامية تاع القفطان. هنا بعد ما سفجت الرقبة درت تسفيج الرقبة، ولا كما نقولوا تبطين الرقبة. سفجت الرقبة الأمامية والخلفية. شوفوا هنايا المرة الجاية إن شاء الله عندي لكم فيديو مفصل خاص بطريقة تسفيج الرقبة. شوفوا هنا كيف راني مخيطتها بإتقان. وش نديرو؟ نروحوا كمرحلة ثانية نركبوا سفيفة القالون. شوفوا هنا الطريقة كيفاش راني نركب فيه. كي تعودي تخيطي في القالون تاعك ما تجبديهش عندك، بالعكس دزيه للداخل، فهمتوني؟ دمريه للداخل، لانك لو خيطتي وانتي تجبديه عندك يتشبح وراح يجيك كاين ديفو في الخياطة. شوفوا هنايا كي نوصل للانحناء تاع فتحة الرقبة رايحة نطوي سفيفة ونكمل نخيط. شوفوا هنايا لاحظوا رايحة نطوي سفيفة ونكمل نخيط. يعني اني حاولت نفهمكم كل المراحل. بعد ما نكمل نخيط السفيفة، المرحلة الموالية هي خياطة الكتفين. يعني رايحة نلصق الجهة الأمامية مع الجهة الخلفية تاع القفطان، ونكفف الأكمام ونخيط عليهم السفيفة، ونخيط الجوانب تاع القفطان، ونكفف القفطان تاعي. وهنا ضفت له هذه الجواهر كلمسة إضافية. وعندي هنا هذا الورود باللون الذهبي، يعني نفس اللون تاع السفيفة. رايحة فقط هنايا نحي لهم هذا الزيادة، ورايحة نلصق واحدة من الجانب الأيمن وواحدة من الجانب الأيسر فقط. يعني أنا درت قفطان سامبل. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.